بستغرب قوي من البنات اللي بيبقى معاها الشنطه فيها ميك اب كتير، مع ان حرفيا لو هي معاها العلبه دي هي خلاص كده معاها كل الميك اب. بجد يا مناتي، يعني انا لو خدت معايا العلبه دي خلاص كده انا مش هحتاج حاجه تاني في الميك اب، هيبقى معايا الميك اب كله. اه والله زي ما بقول لك كده، تخيلي علبه واحده بس جمعالك كل المنتجات بتاعه الميك اب اللي انت هتحتاجيها جوه وبره البيت. احدث اختراعات مايت سينما. بص، هو مش احدث قوي بصراحه، بس انا لحد دلوقتي في بنات كتير قوي ما يعرفوش الاختراع ده من مايت سينما. الباليت ديت يا جماعه عباره عن كومباكت باودر وهايلايتر وبلاشر 3 في 1. طبعا هي بتجيلكم بالشكل ده، وفي منها يعني 3 درجات تانيين. خلوني بس اوريكم الاول الفكره بتاعتها. الفكره بتاعتها ما شاء الله لما بتفتحوها بيكون فيها مرايه تظبطوا فيها الميك اب بتاعكم، وهنا معانا الباودر المضغوطه يا جماعه، بتدي لون حلو جدا للبشره. البنات اللي بيستخدموا الباودر المائيه بدل الفاونديشن برضو ممكن تعتمدوا عليها. تاني بقى درج معانا الهايلايتر، ودرجه الهايلايتر بتتحدد على حسب انتوا هتختاروا اني درجه من دول. يعني هي نازله عندنا على السايت ب4 درجات. دي الدرجه رقم كام؟ اللهم بارك. ديت الدرجه رقم 101 مكتوبة اهي، 101 الهايلايتر بتاعها سيلفر. اما مثلا درجة زي 103 الهايلايتر بتاعها جولد، وهكذا بقى في روز جولد، وفي اللون اللي هو الجولد اللي هو الغامق قوي. المهم نرجع تاني ل 101 ده البلاشر بتاعها. 101 ديت مناسبة للبنات اللي بشرتها فاتحة، علشان كده كل الدرجات مناسبة للبشرة الفاتحة، من هايلايت من بلاشر من باودر، وهكذا بقى. كل ما نعلى شوية كل ما بنبدأ ناخد تدرج الدرجات بتاعة البشرة، فاهمين؟ يعني مثلا الدرجة القمحوية هيليق عليها جدا 102 و103. البشرة السمرة شوية هيليق عليها 104. عشان كده الهايلايتر بتاعها أغمق، وكل الدرجات بتاعتها أغمق.